أحييكم اخوان بمهمة جديدة من مهمات حيدر الحمداني. غالبية العوائل العراقية تنتظر البرامج والمسلسلات الرمضانية حتى نتعلم منها، من عندهم معلومة جديدة، ثقافة جديدة، كيفية التعامل مع الأكبر من عندك، احترام المعلم، احترام الطبيب، احترام الآباء والأمهات، هواي أشياء. هذه المسلسلات والبرامج اللي كنا نتابعها ونتعلم من عندها سابقا، لكن بالوقت الحالي يبدو أنه الأشياء تغيرت حتى وصل الأمر إلى أنه الممثلين في داخل هذه المسلسلات يتعرضون للابتزاز والمساومة. نجي الساعة لو تجين يمنا تبياته. هذا ما تحدثت به الفنانة والممثلة سارة البحراني، اللي ظهرت يوم أمس بمقاطع فيديوية وبثوث مباشرة تحدثت بها عن أنها تتعرض لمساومات غير أخلاقية من منتجين ومخرجين. راح أسمعكم جزء من اللي تحدثت من عند سارة وإلي تعليق بهذا الموضوع. سارة، سمعني صوتك. حلو، سويت لكم كل الاشياء الماديه، لبسي، اكلي، شربي، شقتي، اعلانات، ما ادري شنو، كل شيء دا اسوي لك، حتى تحلقك من الامور الاخرى، حتى من تطلب مني وانا اقول لك الله كريم ان شاء الله ما ادري شنو، حتى اقول يعني ورطت بيها عقد وموقعته ما اقدر انسحب. زعلت مره من المرات ما رحت للتصوير، انقلبت الدنيا وما قعدت، ما حد قال لي ليش ما ترحين، شنو سببك؟ ايش دا يصير وياك؟ لا عقد عندنا دا تخربين شغلنا، دا تاذينا. النقابه اللي ما وقفت وياي واللي الشركه اللي ما وقفت وياي، واذا صار علي شيء اني ما مستعده اخسر كرامتي والله على مود هويه نقابه وعلى مود الفن، وخاف بعد ما حد يشغلني. لا، كرامتي فوق كل شيء. اني عاملتوني معامله المذنبه فوق حقي، فوق حقي، لكم عيني ماكو. حتى الاجور اللي اول بارحه اسالها يقولوا لي لا ورا قرار النقابه يلا نعود. سمعت اخوان، هذا جزء من اللي كشفته سارة. زين اخوان، اذا هي ممثلة وتتعرض الى الابتزاز والتحرش، ايش راح نترجى من هذا المسلسل اللي راح يعرضوه للعائلات العراقية؟ يعني شنو الحكمة مثلا من عندها، وشنو الدرس اللي راح نتعلمه من هذا المسلسل وغيره من المسلسلات او الانتاجات الرمضانية؟ اذا هي ما بيناتهم واحد يبتز الآخر، إذن شنو اللي راح نتعلمه؟ وما هي الجدوى من عرض هكذا مسلسلات وبرامج؟ شنو الغاية؟ مع احترامنا وتقديرنا للمحترمين وللكثير من الإنتاجات التلفزيونية المحترمة، لكن شنو الرسالة اللي ممكن نشوفها من مسلسل البطلة مالته متعرضة للابتزاز يردون ينامون وياها، ومسلسلة أخرى جايبين لهم واحد كان في برنامج سخيف ومنحط وبرنامج رذيل وغير محترم ويعلم الفسق والفجور وكل التفاصيل الطايحة بهذا البرنامج، وجابوه يمثل بمسلسلة. هاي المسلسلة ايش راح نترجى من عندها؟ ايش راح تتعلم من عندها بناتنا او ابنائنا؟ هسه انا اريد لي مسلسله او برنامج ظهر في رمضان الا ما ندر تعلمنا من عنده شيء بيحظ او بيه رساله او بيه قصه او بيه هدف واضح او هدف سامي، الا ما ندر. ايش تخلص المسلسل من لا يبدا التطبيق الميداني، لو خيانه، لو علاقات غير مشروعه، لو علاقات محرمه، لو ابتزاز، لو جاي العالم تتعلم شغلات طايح حظها من هذه المسلسلات. يعني ماكو اشياء بها منفعه للمجتمع. وارجع واقول مو الكل، البعض، لكن هذا البعض جاي ينتشر ويروج له ويختارون له شخصيات منحطه لها سوابق ببرامج منحطه. فدعوتنا الى هيئه الاعلام والاتصالات إلى ضرورة فحص البرامج والمسلسلات قبل بدء
الموسم الرمضاني، مو تنعرض المسلسل من اول حلقتين تظلون تقصقصون وتمنتجون وتوقفون وتدخلون في دوامه انتم في غنى عنها. ودعوتي ايضا موجهه لوزاره الداخليه قسم العلاقات والاعلام، اخوان اكو مسلسلات طايح حظها جاي يشوف اكو دوريات فيها للنجده والداخليه مشتركه بيها، شلون نشتكي عليكم ضمن المحتوى الهابط؟ لو شنو الوضع فهمونا. يفترض ما تتعاونون مع اي مسلسل ومع اي منتج الا اذا ما تاكدون من السيناريو والنص، بل بعض المسلسلات يا حظي تحكي عليكم على الحكومه تحكي على الداخليه وعلى الانفلات الامني وعلى هواي اشياء، وسيارات الداخليه تفتر بهاي المسلسل. فافحصوا ودققوا وحاسبوا المقصر. شنو ساعه كافيه لك؟ سريع يا متوحش. لو ساعه لو تبياته، ماكو حل وسطي. حل وسطي ما عندك. تردون العالم تتابعكم شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.